لحظة شيطان قلب الميزان، والشر يلي منا طلع خوف بركان، حتى العقل بعده حلمان، جنة عدل قلب الطوفان، برفق الضمير هيكل الإنسان، جنة عطر لحظة حنان، حلماني لو صفى يبقى إنسان، يبقى إنسان، يبقى إنسان. فرحان يا ظلم ظلامك لو ليل طال، نسيان يا انسي انسانك وعشقت المال، غنيت يا مغني موالك نغمة اهوال، لفت اوتارك انفاسك هنيت الموال. فرقت يا مال، فرقت الأخوة، وطويت يا زمان الرحمة والنخوة، يا قلب إنسانك بطل نسي المحبة، ما عدلك لزوم خدلك شي غفوة، حتى العقل بعده حلمان، يبقى إنسان، يبقى إنسان، يبقى إنسان. انسرق الخيل يا عماد بيك. أنو خيل؟ خيول المرحوم عامر بيك. ومين اللي سرقها؟ باشا يا بيك، صاحبك سامي باشا الرافع يا سيدي. ولك أنت شو عم تحكي؟ لما كانوا مجتمعين بالصالون كانوا رجالهم عم يسرقوا الخيل، وكانوا راح يموتوني من الضرب يا عماد بيك. مستحيل. ها يعني انت مالك مشترك بالطبخه؟ خلاص نقلع من هون، نقلع من هون. طيب خالد وينه؟ ما بعرف يا سيدي، دورت عليه لخبره شو صار ما لقيته. يا عماد بيك لما طلع الباشا بعد فترة صغيرة شفت أنا خالد بركب السيارة وراح فيها. طيب ماشي ماشي. يا بيك شو في؟ عاوزك كلمتين بس لأرجع. يا أخي تحسين شو أعمل أنا؟ شو بعرفني شو بدك تعمل؟ اتركني بحالي أنت تاني. يا آخ آخ
ولساته ما عرف لهلا. يا باشا اذا انا ما دريت الا لهلا، بس يعني كان من المفروض انه يعني مثلا. نعم سيدي نعم. شو هذا يا سيد عماد؟ شو هذا المفروض وغير المفروض؟ وان شاء الله كمان بدك ياني استشيرك مثلا. معاذ الله يا باشا، انا مو هيك قصدي، بس يعني انه كنا نسانا مع بعضنا، كنت ساعدت بكل جهودي بالقصه. يا سيدي وهي وفرنا عليك كل جهودك. طيب هلا شو لازم يصير؟ ولا شيء، كل واحد بيروح على شغله. طيب يا باشا شو مشاني انا؟ ما عم بفهم عليك. شو يعني مشانك؟ يعني مشان حصتي بالخيول. أنو خيول؟ الخيول اللي انتوا اخذتوها. لك يا ابني انت هيك عم تتهمني بالسرقه؟ عفوا يا باشا انا مو هيك قصدت، انا قلت اللي اخذتوها. نحن ما اخذنا اي خيول، واللي عنده اي دليل باني اخذنا شيء يروح يقدمه للشرطه. شو قصدك؟ قصدي انك تخلص فنجان قهوتك وتروح تشوف شغلك، انا مو فاضي. يعني عم تطالعني براني؟ براني من شو؟ ليش انت شو كنت؟ انت كنت مجرد واحد على الهامش ببيت عمك وما إلك اي قيمه او دور. حتى ابوك اللي له حصه بالورثه وبالخيل قال انه ما بده يبيع، وتنكر إلك وقال بعظمه لسانه بانه ما إلك اي حق توقع بالنيابه عنه او عن غيره. كنت تفهمني انك بتمون وبتوقع بدال الكل، وممكن توقع وتبيع بدال الكل كمان. طلعت واحد تافه جذاب حقير وما تسوى فرنك مصدي. انا ما بسمح لك تهني بنوبها. ليش بدي استنى لتسمح لي ولك؟ انت اصلا شو جاي لهون؟ طلع لبرا لبرا طلع. انا جاي لحتى اخذ حقي منك. انت ما لك عندي اي حق يا حشره، ومره ثانيه اذا بشوفك بالمكتب هون بنقلك على نقالي. ها طلع لبرا 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 يلا. نزهة مرحبا. أهلين. شو وين الجماعة؟ على التراس. نزهة أنا جاي خصوصي مشان أنصحك تعترفي بكل شيء، وبوعدك إنه نحن رح نوقف معك ونساعدك، لأنه ضحكوا عليكي واستغلوا ضعفك وكنتي ضحيتهم. ولا آخذك وأحبسك وخليكي تقضي من عمرك 20 سنة سجن على جريمة هن أجبروكي عليها؟ يا نزهة نحن بدنا نساعدك. نحن بنعرف إنك بنت درويشة وفقيرة، وقدروا يلعبوا عليكي ويبلفوكي بقصة الزواج والبيت وعفش البيت، وإنكم محتاجين 1000 شغلة وشغلة وكلهم بدهم مصاري، والمصاري بتعمي القلب والعقل والعين. بس إذا اعترفتي بكل شيء وقلتي الحقيقة بصدق، تأكدي تمام إنه رح تساعدي حالك كتير، ونحن كلياتنا رح نكون معك. شو يا نزهة؟ تعترفي ولا اخذك احبسك؟ رح اعترف سيدي، رح اعترف. جيبها يا ابني. يلا وكن شغلة طويلة بعدين بخبرك. اعترفت نزهة ولا بعدها؟ رحت اعترف. جنينة السم عندكم ايه؟ ايه طبعا. والبصمات بصمات نزهة 100% صح؟ صح. طيب يا نزهة شو فايدة الانكار؟ اعترفي، كل ما سرعت بالاعتراف كل ما كان احسن لك واريح لك. وينه تحسين؟ جوا. نحن طلعنا من هون من غير ما حدا يشوفنا. ايوه. خذ راحتك. ولا يهمك. خلاص يا أنا قايم خبر الشرطة واحكي لهم كل شيء صار.
بابا ما رح نستفيد شيء، ما في اي دليل ضد سامي الرافع. بعدين الرجال اللي سرقوا الخيول كانوا ملتمين وهو كان قاعد معنا هون. يعني يمكن هي الشكوى اللي عليه تخرب بيتنا إلنا، ويمكن هو يرفع علينا دعوة تشهير. انا بدي افهم شو اللي عم بيصير. عماد شو اللي عم بيصير؟ انت رحت لعند هدول الناس وانت جبتهم لهون وقلت انه ما رح يسمحوا لحدا بالدنيا انه يأذينا، كيف بيصيروا الخيول كيف؟ وانتم بالاول ما رضيتوا تبيعوا، وانا نبهتكم حذرتكم، قلت لكم هذا الشخص ما بيتوقف بوجهه، ليكن عم تاكلوا اصابعكم ندم هلا. وانا كمان ما بدي بيع، وانا رح بلغ الشرطه واللي بده يصير يصير. مساء الخير يا جماعه. اهلين سيد خالد، وين مختفي انت؟ خير في شيء استاذ صلاح؟ انسرقوا الخيول يا افندي وقال روحوا بلطوا البحر. لا عن جد مين؟ سامي الرافع بعت رجاله وسرقوا الخيول ونحن قاعدين هون. طبعا رحت لعنده على المكتب ودفشت الباب برجلي وصرخت عليه وقلت له ما بيطلع لك تسرق خيولنا. قام قال لي ما في اي دليل ضدي، روحوا بلطوا البحر. وينه تحسين؟ شو؟ تحسين وين؟ نحن بشو ولا بشو؟ ولك انت عم مين عم تسأل؟ شو القصة يا أخ خالد؟ ليش هيك ردة فعلك على الخيول المسروقة؟ اطمن استاذ صلاح، الخيول رح ترجع. يا سيدي خذ نص عمري اذا بترجعها، وانا معك على الموت اذا عم تحكي عن جد. تحسين وين نزهة يا تحسين؟ شو بيعرفني؟ يمكن جوا بالفيلا. نزهة مش بكل الفيلا يا تحسين. تعال شوف لهون، شو بتقصد من الحكي هذا؟ حدا يقول لي هذا البني ادم شبه. طالما قال خالد انه الخيول رح ترجع معناتها رح ترجع. نزهة نزهة، لك يا نزهة نزهة. أمير خانم لو سمحتي، وين نزهة؟ شو بيعرفني وين نزهة؟ يعني صار لك زمان ما شفتيها؟ لا الصبح شفتها، اذا لقيتها خليها تسوي لي فنجان قهوه بسرعه. بس فكري يعني. شبك تحسين شبك؟ لا ما في شيء، يلا بالإذن. مو معقول يا رغد، مو معقول. شبكي؟ لك شو شبني؟ ما أنا مالي عرفانة شبني. أنا كرهانة هي الدنيا كلها. أنا خلص قرفت، عن جد قرفت. عبير من الشغلات اللي مضايقتك خالد شي؟ ما بعرف، يمكن خالد من الشغلات مضايقتني ويمكن لا. ما أنا ما عم بعرف شبني. صرت حس إنه وجودي بالدنيا ما عاد له طعمة. أنا ليش عايشة يا رغد؟ ليش؟ رغد بدي أقول لك على شيء. خليكي معي لا تتركيني. إيه؟ روقي هلا عبير. تعي حبيبتي نهار. نزهة 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 يا نزهة. وين مرتي يا خالد؟ ما لقيتها ها؟ عم بسعرك وين مرتي؟ لك شو مجنون انت بتسألني انا عن مرتك؟ لك عم يبدي يسأل. اسأل حالك. على اساس كثير فهلوي وذكي وتلقطها على الطاير. اسأل حالك يا تحسين، مين اللي له مصلحة تختفي مرتك من الدنيا؟ مين اللي إذا حكت مرتك كلمة واحدة تخرب بيته وتأذيه؟ وما بتعرف، بجوز يكون الله يرحمها. بابا انت بدك ياني اتجوز عبير ولا لا؟ شوف يا ابني، إذا بتحط مخافة الله بين عيونك وبترضى باللي قسم لك إياه بتكون حققت لي أحلى أمنية بحياتي.
بس بشرط توافق عبير. بابا أنا بدي إياك تساعدني، بدي إياك ترجع مثل الأول. بابا اللي بيخاف علي بيهمه أمري، أنا بلاك بضيع. ما بعرف. من بعد إذنك يا عماد بيك، شو بدك؟ بدي إياك شوي. زي اللحق. عماد، شو في بينك وبين هذا الشوفير؟ بابا شو بده يكون في يعني؟ بعته يجيب لي شوية أغراض ويمكن جابها وإجا، ما في شيء أبدا. شبك شو في؟ وين مرتي يا عماد بيك؟ شو السؤال السخيف هذا؟ بسألك وين مرتي؟ لسه ايدك ولا؟ تعرف إذا كأنك قتلتها رح لحقك بقفاها ودفنك بإيدي هدول. لك شو جنيت انت؟ بعدين شو مفكر بدك تخلص منا واحد ورا الثاني؟ ولك وين مرتي؟ لك وطي صوتك، وطي صوتك لا تفضحنا. نزل ايدك يا بني ادم خليني افهم. هاي نزلت ايدي، احكي لشوف. لك شو بدي احكي؟ عم تسألني وين مرتك؟ لك ما سبق وقلت لي انه لازم تخلص منا قبل ما تفضحنا؟ كلام لك تحسين، كلام مجرد كلام. بعدين قلت لك هيك إلك مشان انت تخلص منا اذا بدك تفضحنا. يعني انا ما بعمل هيك شيء. لك وين مرتي؟ لسه بيقول لي وين مرته؟ ايش بعرف انه انت تكون حايصه؟ لك مرتي اختفت، لك مرتي اختفت، لك ما عاد بينت، لك ما خليت مطرح اللي دورت فيه، ما لقيتها، حتما برات هالابنه كلها. لتكون هربت لانه خايفه. بدي افهم وين اختفت، وين اختفت؟ ما بعرف، عماد بيك عم يقول لي يمكن هربت. عاد لو انها هربت كانت اخذت شيء من اواعيها. بعدين مصرياتنا محطوطين بالشنتايه والشنتايه بالغرفه، فتحتها ما لقيت ناقص منه ولا لقرة. طيب انت ليش ما عم تبلغ الشرطه؟ مرضي عماد بيك. شو القصة يا عماد؟ ليش ما عم تبلغوا الشرطة؟ بابا ما بدنا نعمل شوشره، بدنا نتاكد بالاول اذا هربت بارادتها ولا لا. وكيف بدك تتأكد انه هربت بإرادتها؟ تحسين حيحكي مع اهلها. وليش ما يحكي مع أهلها هلأ؟ اما بتشتغل بمعمل بحلب، يعني ما بتداوم الا الصباح. خير يا جماعة، شو في؟ نزهة مختفية من الصبح ومو باينة. نزهة بخير، اطمنوا. شو يا استاذ خالد؟ عم تعرف بكل شيء قبل كل الناس. قلت انه الخيول رح ترجع، وهي هلا عم تقول انه نزهة بخير ورح ترجع. شو القصة؟ فهمنا. صحيح، كيف عرفت انه مرتي اختفت قبل ما اعرف انا او اي واحد وجيت بلغتني؟ تحسين هلا هو اول واحد بلغك بهالقصة؟ لك ايه، حتى قال لي يمكن مرتك ماتت. شو القصة يا خالد؟ كل الامور معلقة بايدك؟ امين سر كل شيء عم يصير هون؟ وين نزهة يا خالد؟ قول وين مرتي احسن ما امسح فيك الارض. قول وين مرتي؟ مرتك عنا يا تحسين، واعترفت انك انت وياها اللي سممتوا عامر الدباس. كذب، انا مالي علاقه بشيء، كذب. امشي معنا بهدوء واوعك تتحرك اي حركه. كلب شو يا ابني، خذوا على السياره. نزهة كذابة نزهة. امشي. نزهة كذابة. نحن بكره بحاجه لبعض الشهادات، فارجو انه ما حدا يغادر الفيلا الا باذني. عن اذنكم. الله أكبر، الله أكبر. شو اللي عم يصير؟ شو اللي عم يصير؟ شو في؟ هذا خالد مسك ايدي وكان رح يكسر لي اياها، وبعدين رفع ايده وبده يضربني. لك عم تسمع؟
عم بسمع ولسه ياما بدي اسمع، لك بدي اعرف شو في بينه وبين عمي. وينه هو هلا؟ تركته بالمطبخ. طيب روحي انت شوفي شغلك. اخذ كاسة الليمون وكبها من ايدي بالمجلة وقال لي بلا الليمون هلا وحطي مي على النار. حطيت مي على النار صار يجيب اعشاب يغسلها ويحطها بقلب الدولة، يغسلها ويحطها بقلب الدولة. استاذ عامر تفضل اشرب هاي. لحظة شوي، اشرب منها انت بالاول. يا عم الشوم حاضر. بابا هذا مر كتير مثل الصبر. استاذ عامر لو سمحت اشرب الكاسه دفعه واحده. لا بابا اوعك، ما في شيء يجبرك تشربه، بعدين شو بيعرفنا شو في بقلبه. لك يا بابا يا حبيبتي، اللي أنقذ حياتي مو ممكن يأذيني. في شيء بدك تحكي لي اياه يا عماد؟ شو بدك احكي بابا؟ الشيء اللي لازم تحكي لابوك، لا أعز انسان بيهمه امرك. انا خايف تكون نزهة وتحسين حكوا عنك او عني للشرطة. يحكوا عني انا؟ انا يا عماد؟ ايه بابا ايه، عم يحكوا عن كل الناس، طبعا عم يكذبوا. في ناس كتير هيك اذا بدهم يخلصوا حالهم من مشاكل يزتوا ناس تانية. احكي لي عنك انت هلا وبدون لف ودوران. هذا بس اللي بدي اقول لك اياه، بس نحن لازم ناخذ حذرنا من اللي عم يكذبوا. يعني كل الكلام اللي جواتي لازم انساه واقول عنه كذب؟ ابني بريء وما رح يطوله شيء؟ اكيد ما رح يطولني شيء، حتى لو كذبوا 100,000 كذبة، لانه انا ما دخلني بحدا ولا لي علاقة بشيء. اهلا اهلا باحلى سايس بالدنيا. مرحبا يا عمران. اهلا وسهلا. وين رايح؟ خيل ما في جوا؟ نطف قلبي يا عمران. خير على شو؟ على الخيل. اشتقت لهون، حاسس روحي بدها تطلع يا عمران بلا هون. يا حبيب قلبي حاسك كأنك عم تحكي على أولادك. الله يسامحك يا عمران، لك أولادي يا دوب كنت أقعد معهم باليوم ساعة أو تنتين. الخيل كنت أقعد معها 10-15 ساعة باليوم. صاروا أصحابي رفقاتي. عرفان شو رفقاتي يعني؟ طيب لاقي لك حلي أنا. هات لنشوف. روح على الأرض واشتغل فيها لحتى تكل إيدك. متى ما تعبت وصرت لها بتحس هي الدنيا كلياتها ملكك. صدقني روح أمك بتدعي لك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتركني من مسحك يا رجل. تعال أقول لك أنا ما عم بمزح، صدقني أنا مجربها. أنا وقت كنت اتضايق أروح على الأرض عانق ترابها. بتصدق شلون عانقه يعني؟ ما بتعرف شو هذا الإحساس اللي كنت تحس فيه. حسها عم تاخذ وتعطي معي، عم تحاكيني. لا حول ولا قوة. اتركني بالله من مسحك خليني أروح. لك عم يطول بالك. هلا أنت مو متضايق؟ خليني أعالجك أنا. اسمع مني، خذ حميل هالبيدون بتروح. أنت بتسقي العمال، أنا بنكش، أنا بنكش، أنت بتسقي العمال، وهي على الحالة حميل البيدون لله. لك أخي لك خلاص بقى أنت. لك ليش هيك أنت حميل؟ لا حول ولا قوة إلا الله.
الو، ليش ما داومت لهلا يا منير؟ شو عم تقول؟ عم تحكي من بيروت؟ وشو عم تعمل ببيروت لهلا يا بني ادم؟ الخيول بتسلموا بساعة واحدة. ايه؟ ايه؟ ولك شو عم تحكي انت؟ كل الخيول متغيرة؟ كلها؟ معقول الحكي هاد؟ ولك انتو حيوانات وما فيكم جنس المخ. المفروض تعرفوا الخيول لما كانت في المزرعة عند الدباس. خلص وشو عم تعملوا هلا؟ ومين هدول عم بهدلوكم؟ الخبير الانجليزي؟ الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيتكم على هالعلقه هي. اسمع لي يا منير، بكره بتجي انت والجمره فورا. بدي اياكم بكره في المكتب عندي. مع السلامه. عملوها البقر، يعني كأني ما عملت شيء. يعني أنا ما كنت عم بلعب ولا كنت ذكي. أنا كنت قاعد معهم وكانوا عم بيضحكوا علي. كانوا مغيرين الخيول كلها. أنت اللي عم بيصير معك هيك يا سامي الرافع. ومن مين؟ من بيت الدباس. يا ترى كانوا متفقين كلهم مع الشوفير؟ لا عماد أكيد مو معهم، بدليل إنه إجا وبده حصته من الغنيمة. ألو، أنسة هيفاء، طلبي لي فورا فيلا عامر دباس. حاضر. الو نعم. ايه انا عماد. ايه تفضل. اهلين يا باشا. طبعا اخذ على خاطري منك، يعني ماني متوقع هذا التصرف منك ابدا. شلون؟ الي انا؟ ما انا واثق من كرمك يا باشا. لا ابدا ما عندي شيء. خلص مسافة الطريق وبكون عندك. بأمان الله، الله معك. وين رايح؟ لعند سامي باشا الرافع. مشان شو؟ بس ارجع بحكي لك. فهمني هلا. بابا هلا الله يخليك ما عندي وقت، بس ارجع بحكي لك. الو رفاه. ايه رغد؟ رفاه ليش ما عم بتردي؟ ما بعرف. اذا فيكي شي احكي لي، انا اختك. شو بدي احكي؟ رفاه ليش عم تحكي معي هيك؟ شو لازم اقول؟ اذا كنتي مريضة او تعبانة بجيب دكتور وبيجي لعندك. لا ما فيني شي. طيب خلص انا جاي لعندك. لا ما في داعي، خليكي عندك، ما في داعي تجي. رفاه انت شو عم تحكي؟ رح اجي لعندك. قلت لك لا تجي خلاص.
خلص لا تجي لا تجي. انت شو عم تقول؟ عود يا عماد. اسف يا باشا، بس يعني الموضوع فاجأني شوي. يعني انت ما كنت بتعرف هالموضوع هاد؟ اعوذ بالله يا باشا، انا لهلا ماني مصدق. يعني قصدي انه لهلا يعني متفاجئ بالقصه هي. طيب ومين برايك بيكون اخذ الخيول وحط بدالهم؟ ما في غيره، خالد هو الوحيد اللي قال لي انه الخيول رح ترجع. ولمين قالها؟ قالنا اياها لما قلت له انه الخيول انسرقت. وليش ما قلت لي هالكلام يا عماد؟ يا باشا ما قلت لك لانه يعني توقعت انه الكلمه اللي قالها كلمه عابره، يعني ما ممكن يعمل شيء. بدي اعرف وين حط الخيول يا عماد. هلا تذكرت يا باشا. تذكر يوم اللي كنت عندنا بالفيلا؟ بعد ما انت طلعت حمل حاله وطلع بسيارته وراح. طبعا انا لحقته، بس يعني ما بعرف شلون ضوعني. وانا وراجع شفت عمران والسايس ماشيين. اكيد بهالوقت اختفت الخيول. من هلا لساعتين يا عماد بدي اعرف وين الخيول، عم تفهم علي؟ خذ، وهي شيك بمليون ليرة من حصتك، وبدي اياك تستغل كل وقتك مشان تعرف وين الخيول، عم تفهم علي؟ قوم فورا وخبرني، انا عم استنى تليفون منك. طيب يا باشا، شكرا كثير لك. بس يا باشا بدي الفت انتباهك لشغله كثير مهمه. عم يحاولوا يتهموني بقتل عمي. مين هدول؟ خالد والشوفير الثاني اللي اسمه تحسين وزوجته. طبعا كمشون الشرطه بتهمة تسميم عمي، واقنعهم خالد انه يتهموني، وانا خايف هذا الشيء ياثر علي. روح شوف شغلك ولا ترد على حدا، واذا بصير معك اي شيء اتصل فيني فورا. تحت امرك يا باشا، بس بعد اذنك اذا حدا اعترض لي بدي اقول انه انا من رجالك، ما عليه؟ قول شو ما بدك، المهم بدي اعرف وين الخيول يا عماد، بسرعه. شكرا يا باشا، شكرا مره ثانيه. ضرب يصد ما يرد، بقر. اهلين عمو. شو بكي يا بنتي؟ ما في شي عمو، سلامتك. فشي لي قلبك، احكي لي. يا عمو حاسه حالي جثه، حاسه انه مالي وجود، حياتي فاضيه، حاسه حالي مثل اي غرض بهي الفيلا. طيب ليش يا بنتي؟ قومي تحركي. المزرعة اللي قدامك مزرعتك، والشركة اللي بالبلد شركتك. تحركي، امشي، شمي الهوا، اعملي اي شيء. اكيد بتتحسن نفسيتك. الانسان هو اللي بيروح لعند الدنيا، مو بيستنى الدنيا لتيجي لعنده. هداك الانسان الطبيعي يا عمو، الانسان العادي. انا الدنيا نازله فيني قتل. ليش ما عم بعرف؟ عذابات العالم كلها انصبت فوق راسي. وحدي الله يا بنتي، وحدي الله. الدنيا فيها مصايب اكثر من اللي انت فيه. انت مو لازم غير شويه حركه وتفكير، وتفكري انه شو لازم تساوي بكره واللي بعده واللي بعده. قومي خلينا نتحرك، احسن ما حاطه الحزن بجرن وقاعده. قومي يا حبيبتي، قومي.
أبو عزام، كيف حالك يا سليم؟ الحمد لله على السلامة يا أخوي. الله يسلمك. شلونك؟ الحمد لله انك بخير. أنت شلونك؟ شلون صحتك؟ وين يا رجل شو بتسوي هون؟ أشتغل، شو أريد أسوي؟ الدنيا ضاقت. يحيي الله أبو عزام. الله يحييك. فوت 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 نشرب كاسة شاي. فوت. ما فينا حدا مخلد يا بنتي، كلياتنا بدنا نموت، واللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب له يعيش لازم يتحرك ويحرك الناس حواليه. نحن ما لازم إذا فقدنا عزيز نستسلم لليأس، نحط إيدنا على خدنا ونضعف. الولد الصغير لما بده يلعب بالطابة وينزل على الحارة بيلعب، بيفرح، بيلتموا الأولاد حواليه بيفرحوا معه وبيتسلوا. الفلاح اللي عم يشتغل بالأرض بيفلح وبيزرع وبيقطف، هو تحرك واستفاد والناس استفادوا واستمتعوا. انت تغيرت كتير يا عمو. الحمد لله، الحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى زاح الغمامة اللي كانت على عيوني وخلاني اشوف الحق وما اسكت عن الباطل. مرحبا يا ست الورد كله. اهلين عمو عمران، شو وين كنت؟ عم دور على الأصيل. منو هذا الأصيل؟ المعلم خالد. شو هالحكي؟ هلا هيك صار اسمه؟ لا، هو اسمه هيك من زمان. هذا اللي بزرع الأرض البور بيساويها خضرة. شو بدك منه؟ شو بدي منه؟ بدي منه مصاري من كمل زرع الأرض وشغل الأرض. طيب خلص هلا بس يجي بيعطيك مصاري. لك شو أنا بدي استنى؟ أنا بروح دور عليه. ها. شايف يا عمو؟ شايف الشوفور شو صار اسمه؟ بدك الحقيقة يا بنتي، الخالد فعلا رجل أصيل. العمر لك يا ابو عزام. نايف دعسته سيارة، كان يركض ورا واحد افتكروا انت. الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني انا السبب يا سليم؟ لا يا ابو عزام، السبب هو جهلنا وقلة عقولنا، والمشكلة ما راح تلا على عياله. بعدين بالقرية لساهم يفكرون بالثار يا اخوي. وانت الان شو وضعك يا سليم؟ شوفت عينك يا ابو عزام، اشتغل يوم واقعد 10. وعيلتك وين يا سليم، هون ولا بالبلد؟ بعثت عليهم وجبتهم. طيب شو رايك تيجي تشتغل معي بالمزرعة؟ بتجيب عيلتك بتحطهم معك وبتشغلهم، لانه المزرعة كبيرة وبدها ناس كثير. يا ريت يا ابو عزام، مشتهي انام ليلة مرتاح يا اخوي. حاضر يا اخوي يا سليم، فالك طيب. فالك ما يخيب. راح اكتب لك العنوان. انا راح انزل على الشام، عندي شغل ضروري جدا، راح اخلصه واروح على الفيلا، بتكون خلصت شغلك وسبقتني ان شاء الله. العنوان سهل وما بضيع. اشرب شاي، اشرب تانش. يا هلا بابو عزام. الله يحييك. الخيول الأصيلة هي لازم تتشحن خلال 2-3 بأقصى حد. بس كيف يا باشا؟ هذا مو شغلي، هذا شغلك أنت. المهم عندي خلال 2-3 وبس. عم تفهم كلامي مزبوط يا جمرة؟ اوكي يا باشا. شو شروط اللعب؟ ما في شروط باللعب، العب بالطريقة اللي بدك إياها. بس إلي شرط واحد. مور يا باشا. هذا الشوفير اللي اسمه خالد بدي إياه حي، مكسر معلشي، بس بدي إياه حي. والمنطقة؟ شو بهالمنطقة؟ يعني بجوز نفلحها فلاحة حتى نقدر نعرف الخيول وينها. بجوز نكسر، نحرق، نأذي، حتى كل واحد عنده معلومة يقر فيها. أعمال بدك إياه بس بذكاء. كل الأساليب أنت حرفيها، بس الشرطة لا تخليهم يعلموا بهالشيء هذا حتى ما يتدخلوا. والمهم تبعد عني أي شبهة. والأهم بدي الخيول، الخيول لازم تتأمن. أوكي يا باشا. يلا على شغلك. طول الأصيل ماله بالعادة، ليكون سرقوه بدل الخيل الكلاب. لا ليش كلاب؟ الكلاب وفية أحسن منهم، هدول حيوانات.
ايدك ولك وين اخذت الخيول؟ انا خير ما عنده ما صاير لما انطش ابدا لما شافهم زرب منهم انا وقعت من فوق الخيم بدري شو صار لركبتي. ولك شو عم تحكي ولك مسؤول ولك شو عم تحكي؟ لك هاي شو عم تحكي؟ هلا بدك تقول لي وين اخذ خالد الخيول؟ انا بلا صاير خلني نوب هني راحوا قوصوا عليه اخذوا ركبوا بالقلاب جابوه طلع الضرب براسه ورجله بعدين ما طلع براسه ورجله اخذوه على البلد قام سالوا مين هن قال له ما بعرفه لك مجنون انت حسابك عندي هيك بدي اياكي. الابتسامه هي اللي بتجيب السعاده لصاحبها. دريتوا شو صاير؟ طلع السيد خالد هو اللي سارق الخيول، مبدل الخيول الاصيله بخيول عاديه، لا مو بس هيك، وقال لنا كمان انه سامي باشا هو اللي عمل القصه هي. مين اللي قال لك الحكي؟ سامي باشا بذاته، لما عم اقول له قصه هيك رفع السماعه وحكى مع ناس مهمين، اكتشف لعبه خالد، بس نحن لازم هلا نعرف وين مخبي الخيول. من شان الله يا عماد، من شان الله، انا لا عاد بدي مال ولا عاد بدي خيول ولا عاد بدي شيء، بس اتركوني بحالي بقى. عبير انت شو عم تحكي؟ لك احنا ما لازم نخلي خالد يلعب فينا هيك. انا ما عاد بدي شيء، بس حقك يا عبير لازم يرجع. ولك عماد، انت فعلا واحد قليل الادب وما بتستحي على نفسك. شلون بتسمح لك نفسك تضرب واحد قد ابوك؟ لانه متآمر معك. انتوا الاثنين سرقتوا الخيول، بدكم تشوفوا حقها ما هيك. لك شو مفكر حالك الدنيا فلتانه؟ غصبا عن راسك بدك تطلع الخيول. انت لمين بدك الخيول ها؟ لصاحبة الحق بالخيول. ويكون بعلمك انا قدمت بلاغ للمخفر واتهمتك انك انت اللي سرقت الخيول. اشتري حالك يا خالد، اشتري حالك وجيب الخيول قبل ما هن يجوا ياخذوك. بس نحن اجينا يا سيد عماد، وما بظن رح تلحق التحقيق مع خالد حول قصة الخيول. مرحبا خالد. اهلين اخي فؤاد. فتشوا. شوفي انا شو العلاقة؟ شوفي يا حضرة المحقق، ابنك عماد متهم بتحريض تحسين شاكر ليقتل عمه. لا انا ما دخلني. بابا اوعى تصدق الحكي، انا مالي ذنب. بدي احكي تليفون. خده من هون. بابا احكي مع سامي باشا، الا اللي صار. خده من هون. عبير انا ما دخلني يا عبير. بدك شيء اخي خالد؟ الله يقويك. الله يسلمك. عن اذنكم. مع السلامة. الله يسلمك. شو يا عمران؟ لساتك عم تشتغل بالارض البور؟ شو بك؟ مين هيك عامل فيك؟ هاد انا لم اشد منهم بأسا هذا الزفت عماد ابدا. على كل انطمن، هلا ورايح ما راح يحسن يعمل معك شيء. رياض مسعور يا زمن، حوت ببطنه نص الكون، عم يبلع الأخضر واليابس. شو اللي عم يصير يا ناس؟ شو هذا اللي عم يصير؟ اخواتي اثنين وابني، اخي انقتل واخي الثاني وابني هن اللي قتلوه. تحول الدم لطاعون والخير لغول والحب لنياب مسمومة ومصاري مصاري مصاري. وين أهلي يا غيم؟
يا سما، يا زرع، يا أرض، بلعهن غول العصر والمصاري. أنا اللي ربيته، أنا اللي غلطت وفهمته إنه الدنيا ملك الشاطر. أنا اللي كنت أقول له لا العلم بيجيب مصاري ولا الأخلاق بتجيب مصاري، والكل عم يركض ويلهت بده يهبش. الطمع لازق بحلوق الناس وبروسهم وبصدورهم. راح واخواتي راحوا. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب يا أرحم الراحمين. ربي عفوك ورضاك يا غفار الذنوب. ربي عفوك ورضاك يا غفار الذنوب. سامحني يا رب، سامحني بجاه حبيبك محمد. عود يا تحسين. خير، ليش أصريت تشوفني هلأ؟ سيدي أنا هديك المرة حكيت كلام مو مزبوط. لما سألتوني على عماد إنه هو اللي قتله قلت لكم إيه سيدي. وشو كان لازم تقول؟ الحقيقة سيدي، الحقيقة لا أنا ولا عماد اللي قتلناه. شو هاد؟ شو اللي عم تحكيه لك تحسين؟ سيدي إذا بدكم الحقيقة أنا بحكي لكم كل شيء. طبعا بدنا الحقيقة، احكي لشوف.